كلام في منتهى الخطوره. السلام عليكم ورحمة ترامب الله. دلوقتي مش بيهدد دلوقتي الكل بيفكر حماس انا ليه وبتاع، لابسه لا لا كده. لا. ترامب دلوقتي قال تصريح انا عايزه اوري يهدد كل ست الشرق الأوسط فاتحه محتوى كله. او كل ست قاعده على كله. منصه التيك توك، قال لك عايزين إذا نعرفها ان احنا من لم يتم جوانا الإفراج بألف عن راجل. الإسرائيليين قبل يوم عايزه 20 يناير اعرفها ان احنا وقت الشده هيشهد بيبان الشرق الأوسط اصلنا، جحيم لم واحنا يحدث دلوقتي في التاريخ. شده يعني يهدد ورئيسنا في شده ترامب وارضنا في إنه شده. هيقوم بأكبر يبقى كل هجوم واحده قاعده من على جانب محتوى أمريكا على لازم الشرق تتكلم الأوسط. عن مصر، ولازم تبين الست المصريه هذا الاصيله، أمر يتطلب الست المصريه الفرعونيه المحترمه العالم العربي. احنا رايحين لفين؟ لجميع الدول. دلوقتي والعالم احنا عايزين نحط العالم ايدينا في العربي ايد كله رايح بعضينا، فين؟ وما نبقاش والمنطقة احنا رايحة الجناح لفين؟ المكسور وبالمناسبة ترامب اللي رجالتنا خايفه عليه. ترامب مش لا، بيقول كلامه وخلاص. احنا عايزين يقول رجالتنا لك لا قدر الله لو حصل اي حاجه تم الإفراج يعرفوا عن ان هم الأسرى سايبين اللي وحش عند في حماس البيت، قبل 20 يناير، سايبين إنه وحش في هيكون في البيت. جحيم واحنا ان شاء في الشرق الله الأوسط. عمرنا ما هنبقى نقطه ضعف لرجالتنا ولا الارض مصر، لان مش هنسمح لاي خنزير يدنس مصر وهذه او هي اي رسالة خنزير يستعمل للعالم ستات كله. مصر كوسيله ضعف على العالم جاي رجالتنا. وترامب جاي لا. بأجندة مختلفة. لا. هذه كل المرة. واحدة فينا أصل الراجل ملكة ده مش على هينتخب، عرشها. ما عندوش انتخابات عرشها تاني. ده يبقى بيتها، هو جاي عرشها ده يمكن يبقى إسرائيل عيالها، عرشها دي لا تنسى أرضها ولا ورئيسها. تنسى. وأنا بقول لكم أهو، واللي مش هتحمي كلام ترامب أرضها اللي مش بيتم هتحمي ده عيالها، كلام لأن لازم يوم ناخده على ما محمل تستهيني جد. بأرضك يبقى أنت مش استهنتي هزار. بعيالك، يوم ما تستهيني لازم نعرف كده. بمصر ما استهنتي بتكلمش على بعيالك. حماس، أنا كل بتكلم من على هب المنطقة ودب يقدر بالكامل. يدخل على عيالك وعليكي، واحنا مش تهديدات، كده. هي تهديدات إحنا مش كلام. ترامب النهارده ياما بيهدد فراعنة الشرق الأوسط ستات كله. هم اللي حكموا مصر من ضمنهم حتشبسوت وغيرها. احنا يا جماعة عايزين نعرف الدول العربية كلياتها مين الستات، مش قطة بتخربش، الست مش قطة بتخربش، لا، احنا أسد بينهش اللي بينظر لنا بنظرة بس، ينهش لحمه، يا بال اللي يقرب مننا ويقرب من أرضنا. يا ريت كل كلامي يوصل لكل ست وتبقى فاهمة أنا عاوزة أوصل كلامي لإيه. احنا مش باهين الستات أو بقل منكم، لأ، أنا لابسة كده عشان أعرف وأخرج كل راجل موجود في كل ست، لأن احنا في الشدة بنبان رجالة، في الشدة بيبان أصلنا. فاحنا عايزين ان احنا نعرف العالم كله الست اللي هتخليه اي حد يتجرأ ان هو ينزل ارض مصر يبوس كعب رجليها، يبوس كعب رجليها عشان تعفو عنه. مش هي اللي هتقع فريسة ليه، بالعكس ده هو اللي هيبقى فريسة لينا. هم عبارة عن شوية خنازير حرم الله اكلهم لكن حلل قتلهم، وان شاء الله نهايتهم على ايدينا احنا، ان شاء الله نهاية الخنازير على ايدينا احنا. زي ما احنا طلعناهم كده من مصر ان شاء الله يبقى نهايتهم على ايدينا. تحيا مصر، شعب مصر، ورئيس مصر، والست المصرية الأصيلة.